وصفتنا اليوم سهلة وسريعة في متناول الجميع. بسم الله على بركة الله. بانكيك أو فطائر في المقلاة. بسم الله على بركة الله. عندنا حبة عبيض، قرصة الملح اللي هي ضرورية، عندنا 3 مغارف حتى 4 مغارف كيما تحبي، 3 ولا 4 مغارف سكر. أنا درت 4 ممسوحين، لا درتي 3 مقبين ديري 3. عندي 4 كاس حليب، نخلطو مليح السكر وحبة بيض، من بعد نزيدو 4 كاس حليب، يكون شوية دافي، ما يكونش بارد وما يكونش سخون يغلي. زيدي علبة تاع ياغورت طبيعي، راح يعطيلك واحد الخفة في البانكيك ديالك. زيدو 3 مغارف زيت. راني نقولكم المقادير بالتفصيل ومقادير مضبوطة. عندي كاس فارينة، الكاس الأول. نزيدو باكي تاع خميرة الحلوى 10 غرام، نخلطو مليح المقادير هادوما كيما راني ندير. ديروه ويخرج لكم واحد البانكيك خفيف ريشه. عندي نص كاس فارينه، هذاك نص كاس ديريه غير بالعقل حتى نتحصلوا على الخليط. يعني كاين فارينه اللي تتشرب بالسوائل وكاين كل نوع كيفاه. راني راكم تشوفوا راني الفارينه داك نص كاس نديرو غير بالعقل. هنا راني حنكملو، هاني كملت نص كاس. دوك نوري لكم الخليط اللي نتحصلوا عليه. من بعد نزيدو عصير تاع نص حبه قارص، نص حبه ليمون عصريها وديري الزاز تاع نص حبه، ما تكتريش لان فيها غير حبه بيض. ديري نص حبه عصير ونص حبه الزاز تاعها. خلاص راني وريت لكم الخليط كيفاش يكون. نديروه في لابوش، راكم تشوفوا ديريه في لابوش. ادهني المقله ديالك غير المره الاولى دهني المقله ومن بعد ما تزيديش تدهنيها. شوفي كي ديريهم بلابوش اسهل طريقه حين يسهلوا عليك تعطيهم لبنتك صغيره ديرهم لك. نقلبوهم كيما راني نوري لكم، غير تشوفيهم خداو اللون هكذا اقلبيهم. راني وريت لكم النار كيفاش تكون نار قليله. هنا من بعد اقلبيهم هكذا بهذه الطريقه، يتحمروا ياخذوا هذاك اللون ونخلوهم يطيبوا. نتحصلوا على هذا البانكيك الرائع خفيف ريشه. والمقله دهنيها غير المره الاولى كما قلت لك، بلا ما تزيدي تعودي تدهنيها. تحصلوا على هذا اللون. وهنا واش كان عندك في الدار، تقدري ديري لهم سكر، تقدري ديري لهم العسل، تقدري ديري اي حاجه تكون عندك في الدار ديريها. ومن بعد التزيين من الفوق درت لهم شويه تاع بيستاش مخلط مع اللوز كما قلت لك. ديري واش كان عندك. ودوك نوريهم لكم، دوك نقسم لكم الحبه باش تشوفوها لداخل. ما حبيتش نرفد لي من الفوق، رفدت لكم لي لداخل. شوفوا شحال يجوا خفاف وفارغين. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوه.